قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن العرب يا إخواننا كانوا يعرفوا معاني الكلمات، يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يعني لا اللات، لا العزى، لا منات، لا هبل، ما يستحق أن يعبدوا مع الله، وما يستحقون أن يذبح لهم، وما يستحقون أن يعني يرفعون فوق مقاماتهم. قالوا له تبا لك. من الذي قال له تبا لك؟ عمه أبو لهب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال له تبا لك، ألهذا جمعتنا يا محمد؟ قال له من الصباح جامعنا عشان تقول لنا خلوا اللات ومنات وهبل واعبدوا الله براه. الكلام ده ما بينفع معانا. كذلك يا إخوان، إذا قلت لأحد لا تدعو غير الله سبحانه وتعالى، لا تدعو زيدا ولا عبيدا مع الله سبحانه وتعالى، يقول لك أنت لا تحب الصالحين. هل نحن إذا كان نحب الصالحين ندعوهم مع الله سبحانه وتعالى ونجعلهم أنداد لله سبحانه وتعالى؟ ما في تعارض بين يعني أنك تترك عبادة الصالحين ودعاء الأموات وبين محبتهم. حب الصالحين، وانت ذاتك لو ما صالح ما بتدخل الجنة. انت لو ما صالح ما بتدخل الجنة. فلا بد للعبد أن يبحث عن الصلاح. أبحث عن الصلاح بالطريقة الشرعية، أعلم الكتاب وأعرف الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ. شوف سبحان الله، أمر الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأه الله تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. فأول ما أمر الله تبارك وتعالى كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أول ما بدأه بإقرأ. اقرأ 3 مرات. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعبد كما قالت عائشة أم المؤمنين، فهو يتحنس في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يتعبد الله وهو في غار حراء، وكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. فجاءه جبريل فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فقطني حتى بلغ مني الجهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل ضماني عليه حتى تعبت. فقال له قال فأرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني حتى بلغ مني الجهد فأرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. أول ما أمره الله تبارك وتعالى على لسان جبريل أمره بالعلم. فالإنسان الذي يعبد الله بدون علم يشابه النصارى، والإنسان كذلك المتعلم الذي يعبد الله الذي لا يتعلم يعرف الحق ولا يتبعه يشابه اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم النصارى، والضالين هم النصارى، والمغضوب عليهم هم اليهود. فالإنسان يا إخواننا في حالتين: تعبد الله بجهل شابهت النصارى، تعبد الله لا تعبد الله وأنت عالم شابهت اليهود. فالإنسان يا إخواننا يحذر حتى لا يقع في صفات هؤلاء. فشوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة الكرام كما ذكر الأخ يعني شيخ محمد جزاه الله خير، ذكر حديث ابن عباس الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون في الأسواق، تكون في المساجد، تكون في الطرقات، تكون في الحمار، تكون في السيارة، تكون في الركش، في أي مكان الدعوة إلى الله عز وجل بتكون. يعني شوف زي ما الحياة دي ماشى الدعوة إلى الله عز وجل تكون ماشى معهم أينما حلوا، في سوقهم، في ميدان الكورة، في شوارع البيوت. فلا بد للناس يا أخواننا أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في المحرمات وحتى لا يقعوا في المحظورات التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإشراك بالله عز وجل. أي الذنب أعظم؟ الصحابة بيسألوه أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. يعني تقول عند الله وعنده، تقول عند الله وعنده، جعلت فلان من الناس نديد لله سبحانه وتعالى في عبادة الدعاء.
لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس قال له إذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، يعني لو اجتمعوا الناس والبخيت كلهم عشان يضر واحد من الناس بشيء ما بيضره إلا بشيء مكتوب في الأزل، ولو اجتمعوا ناس والبخيت كذلك حتى إذا يعني يضروا أحد أو ينفعوا أحد فلا ينفعونه إلا بشيء مكتوب. فكل هذه الأشياء تكون مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يكون كيس فطن، كيس فطن يعرف أنه في هذه الدنيا الأيام المعدودة دي هو بيعبر للآخرة. اليوم يا أخواننا اليوم ده في عمل بس، حساب ما في، لا، لكن بكرة بعد الموت في حساب، عمل ما في، عمل ما في، معناته ديك دار مغر ودي دار ممر. الآخرة دار مغر يستقر فيها الإنسان، إما أن يفتح له باب الجنة وإما أن يفتح له باب النار، ما في باب ثالث أبدا، باب في النص ما في، بابين بس، باب إلى الجنة وباب إلى النار. الباب إلى الجنة ده أول ما تدخل القبر بتسأل 3 أسئلة، ال3 أسئلة: ما ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ ال3 أسئلة دي يا أخواننا كل واحد منا يجب عليه أن يستعد لهذه الأسئلة حتى يستطيع الإجابة. فالإنسان الموحد في الدنيا دي المعبود الله براه ربنا بيوفقه، ربنا بيوفقه للاستجابة، يوفقه للإجابة الدعوة. ولكن لو كنت بتذبح لغير الله أو بتسأل غير الله أو بتستعين بغير الله أو بتستغيث بغير الله، كان بتستغيث بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على ظهر هذه الأرض، فأنت جعلت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نديد لله سبحانه وتعالى. شوف جاء رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، مش كلمة بسيطة عند الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، وفي رواية أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة والقلمان العقيدة الصحيحة، ما يترك شيء في العقيدة إلا وحثهم عليه. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم صغائر الأمور قبل كباره. شوف ده قال ما شاء الله وشئت، قال لا أجعلتني لله ندا. ما في واحد بيقول لك عند الله وعنده، أنا أقول اللي قال كده الكلام ده أجعلت فلانا لله ندا شريك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام قال له قل ما شاء الله وحده. كذلك من قال عند الله وعنده قل له يا زول كل الأمر أوله وآخره عند الله سبحانه وتعالى، لا أحد من المخلوقين، لا ملك لا نبي لا ولي لا حجر لا شجر، كلهم عبيد، كلهم عبيد. والله تبارك وتعالى نعت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية وهو في أعلى الدرجات. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شوف نعته الله وين، ربنا نعته في أعلى المقامات. كذلك كلنا عبيد إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد منا يستحق أن يعبد مع الله، لا يدعى لا يستغاث به لا يذبح له ولا يطوف بقبره. دي كلها يا اخواننا لو عملتها انت وقعت في الشرك. والشرك شنو؟ الشرك بيودي وين؟ هل الشرك بيودي الجنة أم بيودي النار؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شوف يا إخواننا مآل المشرك، يعني شوف منزلة الإنسان الذي يدعو غير الله، الإنسان الذي بيجعل نديد لله سبحانه وتعالى في عبادة من العبادات. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني ما دون ذلك زي شنو؟ زي السرقة، زي الزنا، زي أكل أموال الناس بالباطل، كلها دي ربنا سبحانه وتعالى بيغفرها. لكن الشرك بالله سبحانه وتعالى ربنا ما بيغفره. الشرك بالله سبحانه وتعالى بيحرم عليك الجنة وبخلدك في النار. إلى الجنة تبعد من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لو أذنبت تستغفر. شوف الحديث القدس: يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك
ولا أبالي. أنت تدعو الله، يعني تعتمد على الله سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. مذنبين كلنا، ما في إنسان يا أخواننا ما عنده معاصي، لا والله كلنا بنعصي الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، فكل منا يعصي الله. ولكن تذكر أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لما جاءوا أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أذنبنا فأسرفنا، قال لنا إحنا ما خلينا جد تب من الذنوب. فخاطبهم الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني ما أعرف أي معصية من المعاصي خايف منها هم ارتكبوها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني أنت مذنب أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تقول لي لا فلان ذاك أنظف مني، ما أدراك أنه أنظف منك. لا والله ما في فلان أنظف من فلان. يا دي كلها معلومات يا إخواننا علمها عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة. تشوف إنسان داكو في ظاهره الصلاح يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وكذلك قال ما تشوف لك زول عربيد يسكر يعني يرتكب المعاصي تقول لا والله فلان ده، بعض الناس يرددوا عبارات يقول لك والله فلان ده لو ما لقيته في النار إلا غتت الدخان. نسوا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يعمل أحدكم بعمل أهل النار، يعني يكون مذنب يسكر يسرق، لكن سبحان الله تسبق عليه العناية الإلهية في آخر حياته يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي شوف الآية اللي ذكرها الشيخ ده، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لو أراد أحدكم أن يعرف معنى هذه الآية فلينظروا إلى حال هذا الرجل. جاء رجل، الصحابة ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل وراكب في الناقة، جاء راكب في ناقته وهم ماشيين، فقال له يا رسول الله أريد الإسلام. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أقر بذلك. أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أقر بذلك. وتقيم الصلاة؟ قال أقر بذلك. وتؤتي الزكاة؟ قال أقر بذلك. وتصوم رمضان؟ قال أقر بذلك. وتحج البيت إن استطعت؟ قال أقر بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث فهتكت رجل ناقته جحرا، ناقته دي واقف كده واقف عليه، هتقت رجل الناقة جحر فوقع فقطعت رقبته. الزول ده مات على شنو؟ مات على الإيمان والحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من أراد أن ينظر إلى معنى هذه الآية فلينظر إلى هذا الرجل. قال رأيت الملائكة تدس الفاهيكة في فيه لأنه مات وهو جائع. فشوف يا أخواننا الإنسان عليه أن ينتبه من الغفلة. الإنسان ينتبه من الغفلة. عندك كم سنة بتدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله؟ أعلن توبة طوالي، توب لله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لأن التوبة يا إخوان تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني أنت مهما بلغت من المعاصي والذنوب فاعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يعني أنت مهما سألت ومهما استعنت به ومهما استغيثت به ربنا بيحبك، ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. فما عليك إلا أن تعلن توبة صادقة خالصة من قلبك إلى أن يقبلك الله سبحانه وتعالى. في نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتني ما جعلت لي نديد في عبادة من العبادات، ما ذبحت لغيري، ما استعنت بغيري، ما دعيت غيري، ما تبت بغير بيتي، لقيت شنو؟ مذنب لكن موحد. قال لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني جيت بالوطة دي كلها انت ذنوب ومعاصي، لكن بس شرط انك ما مشرك بالله، ما بتستغيث بغير الله، ما بتنادي غير الله، ما بتنادي بواتك في الليله الهادي، لا بتنادي الله بس. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام روى لنا هذا الحديث القدسي عن ربه
جل وعلا. فالإنسان يا إخواننا ما يحقر يعني فضل التوبة. أنت ما بتعصي الله، لكن بعد المعصية دي كلها ما تتوب، ربنا سبحانه وتعالى قال لك توب وأمرك بالتوبة، وقال لك مهما أسرفت ومهما أذنبت فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبك. فما الشيء الذي جعلك تتأنى وتتأخر في التوبة إلى الله عز وجل؟ فهذا كله يا إخواننا من كثر المعاصي، وكل من الجهل بالدين. فلا بد للإنسان يا إخواننا أن يبحث عن دينه. المؤمن بحاث عن دينه، لا بد داير تعبد الله بالطريقة الصحيحة، ما تعبد الله بهواك، ولا تعبد الله بأقوال الناس، لا، نعبد الله كيف؟ نعبد الله بالعلم. داير تعمل أذكار، داير تدعو، داير تعمل أي شيء، لا بد أن تعرف أن هذا شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكار مثلا، الأذكار التي وردت أذكار الصباح والمساء، آية الكرسي والمعوذتين، ويعني دلت عليها أحاديث كثيرة. مثلا زول أداك ورد، شيل الورد ده قول له يا شيخ أنا داير أعرضه على الكتاب والسنة، يقول لك أنت بقيت وهابي؟ والله أول ما تقول له الأذكار يا أخي دليلها شنو من الكتاب والسنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في مجاملة لزول. أنا ذاتي شخصيا لو قلت لك هاك الورد ده قول لي اديني الدليل من الكتاب والسنة. نحن ناس أدلة. شوف، لا بندعوك لجماعة، لا بندعوك لحزب، لا بندعوك لطائف، ولا بندعوك تبقى معنا، بس تبقى مع الكتاب والسنة. أنت أخونا، رضيت ولا ما رضيت أنت أخونا، بس تلتزم منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة الكرام. شوف الإنسان اللي بينتهج منهج الصحابة ده، نحن ما عندنا معك تنظيم والله. بين محلك ده شفت أنت انتهجت وشفت الطريقة اللي بينجيك بيوديك لله، ما دايرين معك حاجة. لو جيتنا سلام عليكم أخوة في الدين مرحب بك، ما جيتنا أخوة في الدين ما في زول سائلين لك. أنت بس شوف الطريقة اللي بتنجيك، شوف الطريقة اللي بتوديك لله عديل، ما طريقة ملونة، لا، طريقة عديل، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. إخواننا الكلام ده بيحرك زول. الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. الكلام ده فيه دعوة لأحد من الناس؟ لا والله، ما في دعوة لأحد من الناس. عشان ما يغشك واحد يقول لك هؤلاء الوهابية ديل ناس مذهب خامس. قال لك منو عندنا مذهب خامس؟ أي إحنا مذهبنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو زدناك من ده تعال شيل لك قرجة واشتغل فيه. شفت لو زدناك من الكلام قال الله وقال رسول الله، ومننهوك عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومننهوك عما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما أمر الله به جل وعلا هو توحيد الله. أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو توحيد الله، وأعظم ما نهى عنه هو الإشراك بالله. شفت هؤلاء ربنا أمرنا بالقرآن زي ما ذكر الشيخ في آية البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. شوف أمرنا بالعبادة. في نهاية الآية قال النهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى امتن علينا يا إخواننا. شوف النعم ربنا ذكرها في الآية دي نعم كثيرة. ربنا يمن عليك بالنعم عشان شنو؟ عشان تعبدوا، عشان ما تجعل له أنداد. الذي جعل لكم الأرض فراشا. الأرض دي فرشها منه. الأرض دي في منه بتاع قراد اللي هنا قاعدين الجرق على الأرض دي. الأرض دي بسطها الله. جعل لكم الأرض بساطا والسماء بناء. أستي عليك الله ماشي من هنا حصل مشيت جيت من الخرطوم، جيت من الأبيض، حصل لقاك عمود طقشك. يا إخواننا هذه السماوات وهذه الأراضي هي علامات واضحة تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فلماذا الرجوع ودعاء غير الله دعاء الأموات؟ أي إنسان يا إخوان يسأل غير الله أو يدعو غير الله أو يطوف بغير بيت الله يسأل نفسه هذا السؤال: أي ظن أنا ظننته بالله؟ هل الله تبارك وتعالى يعني لا يستطيع أن يجيب دعوتي؟ شوف نفسك، اسأل نفسك السؤال ده. ليه أنا بنسأل غير الله؟ بنسأل غير الله ليش؟ الله فقير؟ لا، الله غني. طيب هو غني، ليه بتسأل الفقير؟ أي إنسان يسأل نفسه هذا السؤال ده ما سؤال جوهري. ليه أي زول بيقول لك أدعو فلان بدعوك بالأربعة والجبل الأربعة؟ ده كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. والله أي إنسان يأمرك بدعاء غير الله سبحانه وتعالى ما أراد لك الخير، بل أراد أن يورط، أراد أن تدخل النار والعياذ بالله. فنحن ندعوك إلى سبيل الله، إلى سبيل الجنة، لا ندعوك إلى غير سبيل الله سبحانه وتعالى. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. المطر ده لو وقف إحنا نمشي وين؟ بنمشي وين؟ بنمشي من جبل دلو. يا إخواننا ده من الإشراك بالله سبحانه وتعالى.
كونك تمشي تشيل دلو تلف به، المطر وقفت صلي صلاة الاستسقاء، أخرج الناس كلهم وتضعفوا إلى الله سبحانه وتعالى، الضعفوا لا الله. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في الجمعة، جاء أعرابي فقال له هلكت الأموال، ما في حاجة خلاص الوطن يشمل، فادعوا الله لنا. قال لا ادعوا لنا الله، ما قال لا اديني دلو يا رسول الله عشان نمشي به الفناء، لا قال له ادعوا الله أن يقيسه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه في الخطبة، قطع الخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل يديه إلا ونزل المطر. يا اخواننا الناس لو اجدبت ما تمشي تشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا بيمتحنكم، شفت عدم المطر امتحان طوالي صلاة استسقاء، تجمعوا الايام وتجمعوا الناس الفقراء وتجمعوا كل الناس، هنا بيستوى فيها الفقير والغني، اللي عنده شيء واللي ما عنده شيء، كلكم تطلعوا تضعفوا لله سبحانه وتعالى. ربنا لو علم منكم احدا اخلص لله سبحانه وتعالى بتوبه والله تشربوا من فوق ايديكم ومن تحت ارجلكم. فيا اخواننا الحق واضح والباطل واضح، الا انسان مكابر. فمرات يا اخواننا الباطل يكون عنده دولة كده، بعض الناس يظهر لك خوارق العادات كلها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يعني يتجاوز عنا. فإن شاء الله يا اخواننا نحن لو ربنا مد في عمرنا وطول عمرنا عندنا جمعة كل جمعة معاكم بإذن الله حلقة، فالناس يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى. فكونه جاك زول قال لك الله قال والرسول قال استمع له، لو ما قال كلام السمع شيله منه، الكلام الشيء خليه له، اصلا محاسب به صحيح، اي كلام شيء محاسب به. الله يكرمكم بارك